صباح الخير، وحشتوني كتير قوي. اتمنى تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني دلوقتي. في الفيديو ده هنعمل العزيزية. طبعا العزيزية معروف مقاديرها البسيطة اللي هي مكرونة وسكر وفانيليا وحليب وبس. اما اللي هعملها معاكم دلوقتي هتكون نفس المقادير، بس هنضيف كام حاجة كده بسيطة هتخلي طعمها احلى واغنى غير اللي بمحلات الحلواني. ويلا مع بعض نبدأ ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنقول على كل المقادير، وبعد كده هنبدأ الخطوات واحدة واحدة مع بعض. هحتاج لمكعبين كده من الزبدة بمقدار معلقتين كبار من الزبدة، معلقتين كبار من النشا، معلقة كبيرة من الفانيليا السائلة، معلقتين كبار من الحليب الباودر، معلقتين كبار من الكريم شانتيه، حوالي كده ظرف من الكريم كراميل، وكوباية من السكر، ولتر من الحليب، وحوالي ربع كيلو من المكرونة الاسباجيتي، او بمقدار كوباية كده من المكرونة العقل. اي نوع مكرونة عندنا نقدر نستعملها في الوصفة دي. اول حاجة هنعملها في حلة على البوتاجاز يكون فيها كوبايتين ونص كده من المية، وهنسيبهم يغلوا. اول ما يبتدوا يغلوا هننزل عليهم بالمكرونة. اي نوع مكرونة عندنا ننزل بيها بقى، مكرونة سباكيتي، مكرونة عقل، اي نوع مكرونة هتنفع في الوصفة دي، مش هتقول لا. هسيب بقى المكرونة لغاية لما المية بتاعتها تنشف والمكرونة تستوي سوا تام او تبقى شبه المعجنة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده طفيت النار وسبتها تهدى شوية. طبعا هي لسه سخنة. هنجيب بقى شفشق الخلاط وهضيف فيه المكرونة بتاعتنا، وهنضيف عليهم الاضافات بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها من شوية. المكونات كلها هسيبها لكم في صندوق الوصفة اسفل الفيديو كالعادة. بالنسبة للفانيليا ممكن نستعمل فانيليا بودرة عادية بمقدار ربع معلقة كده، او بمقدار ظرفين. الناس اللي بتحبش الحاجة تكون سكرها زيادة تقدر تقلل في السكر. بالنسبة للسكر اللي انا ضفته في الوصفة هو يعني سكرها مظبوط جدا. اللي حابب يزود دي حاجة ترجع لكم. بالنسبة لكمية الحليب هضيف حوالي نص كوباية كمية الحليب سوري، والكمية التانية هضيفها بقى في حلة على البوتاجاز. هضرب بقى الخليط ده كله كويس جدا لغاية لما كل حاجة تنعم في الخلاط. بعد كده هنروح على البوتاجاز في حلة هضيف باقي كمية الحليب، وهضيف عليهم الخليط اللي احنا نعمناه في الخلاط اللي هو خليط المكرونة. وهنبدأ ان احنا نقلب فيه تقليب مستمر. ما ينفعش نسيب اي حاجة داخلها نشا على النار كده من غير ما نقلبها، لان طبيعة النشا بيبدأ ان هو يركن كده في قعر الحلة ويشيط لو ما قلبناش فيه. فطبعا مع التقليب المستمر لغاية لما القوام يبقى سميك شوية معايا بالشكل ده كده، هبدأ ان انا انزل بالزبدة. بس قبل ما ابدأ ان انا انزل بالزبدة هضيف كده اضافة تانية هتديلها طعم حلو قوي، واللي هي جوز الهند. هضيف حوالي 3 معالق كده كبار، ده طبعا اختياري بس بيديلها طعم رهيب جدا. وهضيف الزبدة، واول ما تبتدي ان الزبدة تسيح ويبدأ ان هو يعمل بابلز معانا ويغلي هطفي النار عليه على طول. هنجيب بقى صينية وهبدأ ان انا ادهنها بالزبدة. الزبدة اللي معانا لازم تكون جودتها حلوة لانها بتفرق كتير في الطعم. ممكن نستبدلها بسمنة بلدي. نقدر نستعمل اي صينية عندنا، مش شرط بايركس خالص. هصب بقى فيها الخليط بتاعنا، وهسيب الخليط لغاية لما يبدأ ان هو يتماسك كده بره التلاجة حوالي 5 دقايق بس، مش اكتر من كده. يبدأ ان هو يتشمع بس السطح بتاع الخليط من فوق. بعد كده هجيب زبدة وهدهن السطح بتاع العزيزية من فوق، بس بعد ما يتشمع معايا وتماسك شوية. هنا بعد 5 دقايق بدأت انها تتماسك شوية. هدهنها بالشكل ده كده، وهكون مولعة الفرن بتاعنا من فوق بس الشواية، مش عايزين نولعها من تحت. كده كده اوريدي العزيزية مستوية، احنا عايزينها بس تاخد اللون الكهرماني الحلو اللي هو بيبقى في المحلات. هدخلها بقى الفرن على الرف الوسطاني، وهسيبها حوالي بالظبط كده يعني 5 دقايق مش اكتر من كده. بعد كده طلعتها وضفت عليها الكراميل اللي بيبقى جوه الظرف. الكريم كراميل بيبقى فيه كراميل كده اللي هو البني عشان يديلها لمعة. بعد كده هندخلها التلاجة، هتقعد معانا من ساعة لساعة ونص كده. انا طبعا استعجلت عليها طلعتها بعد نص ساعة.
هي بتقعد يعني بتتمسك على طول حسب درجة حرارة التلاجة بتاعتنا. بصراحة مش قادرة اقول لكم قد ايه هي طعمها لذيذ جدا وريحتها تجنن. شوية الاضافات اللي احنا اضفناها رغم بساطتها الا وانها ادت للعزازية طعم مختلف تماما، طعم غني كده ولذيذ. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. اتمنى تجربوا الطريقة وانا واثقة انها هتعجبكم جدا، وصحة وهنا مقدما لكل اللي هيجربها، وباي باي.